السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا بنات هنعمل طريقة الفراخ تحفة. لو جربتيها خلاص هتعمليها على طول من جمالها. هنعملها بالبصل المكرمل. هتجيبي الفرخة بتاعتك تغسليها بمعلقة طحينة وعصرة ليمون ورشة من الدقيق، وبعدين تشطفيها وتصفيها. اهم حاجة تصفي الفراخ. صفطيها كده هتطلع معاكي ناجحة 100%. مش هيبقى فيها كمية مية وهتخلصي من كل الزفارة اللي موجودة فيها. هبدأ بقى اللي انا اجيب بقى البهارات بتاعتي. عندي هنا معلقة صغيرة من بهار الفراخ، ومعلقة صغيرة من بهار اللحمة، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. تمام. هنبدأ بقى نمسك الفراخ بتاعتنا دي ندعكها دعكة حلوة بالبهارات، وتحطي معلقة صغيرة من الملح، يعني هتدعكيها بالبهارات بالملح. تمام. بعد ما هندعكها هنسيبها منقوعة حوالي نص ساعة. هنسيب الفراخ بتاعتنا منقوعة نص ساعة. بعد ما هسيبها منقوعة كده هبدأ ان انا احضر البصل بتاعي. جيبي بقى حوالي 5 بصلات حلوين كده تقطعيهم شرايح رفيعة، وتجيبي المقلية بتاعتك فيها معلقتين زيت كبار، وتبدأي انك تشوحي بقى البصل مع الفلفل. وهتجيبي حبهان وقرنفل وقرفة خشب. البهارات الصحيحة دي بتدي طعم حلو جدا للبصل. ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس. وهنبدأ ندي البصل مع الفلفل مع البهارات تشويحة حلوة. بعد ما خلاص احس البصل بدأ يدبل معايا انزل بنفس البهارات اللي انا نزلت بيها على الفراخ. فلفل اسود، ورشة من بهار اللحمة، ورشة من بهار الفراخ، ورشة من الكمون زيادة بس الكمون، ورشة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. ولو انتي عاوزة تزودي شطة زي ما انتي عاوزة، انا زودت شطة. الله على الجمال، بيبقى طعم وريحة بقى يا بنات حكاية. هبدأ اقلب البهارات بتاعتي كويس كده، وبعدين ابدأ اخد الخلطة بتاعت البصل. اول ما الاقي البصل بتاعي دبل كده واخد اللون ده، ابدأ اخده وانزل بيه على الفراخ بتاعتي. اسيبها منقوعة حوالي ساعتين. كل ما تسيبي الفراخ منقوعة بالبصل بالبهارات دي، الله على الجمال، هتلاقي ريحة بقى وطعم مفيش احلى من كده. شايفين يا بنات؟ هي بتتكلم عن جمالها. بعد ما انا خلاص سبت الفراخ بتاعتي منقوعة ساعتين، هبدأ اخدها الفرن هدخلها على 200. اول ما هتستوي هشغل عليها الشواية. هي محتاجتش اصلا هي تتحمر. ما شاء الله الصوص اللي نازل من الفراخ بقى وكرملة البصل حكاية يتقال فيها شعر. جربوها يا بنات وهتعجب ولادكم وهتعجبكم بإذن الله. صينية تشرف وطعم الفراخ مفيش احلى من كده. انا قدمت جنبها بطاطس فرن. الله على الجمال.